كيف نعرف أنه مصمم منظم؟ لماذا؟ كيف نفرق؟ عموما أيها الإخوة، لا أقول بالبداهة، لا، هذه مسألة نظرية ليست بديهية، لكن عموما نظريا، لو وقع الإنسان في كهف قديم، هذا الكهف يعود إلى 50,000 سنة خلت، وقع على حجرة، قطعة حجر، أخذها كذا، تناولها بيده عشوائية تماما، يلقي بها، وقع إلى جانبها على مبعد 5 أمتار أكثر أقل، على قطعة حجر تقريبا على شكل كتاب، منحوتة بشكل مستطيل، مهذبة الأطراف، ومرقوم عليها رموز أشبه بالكلمات وصور، صورة للثور، صورة لعين إنسان، صورة لكف آدمية، ورموز. هل يجد الإنسان نفسه مضطرا أن يفرق بين الحجرين؟ نعم، بالضرورة يفرق. الحجر التي ألقاها من يده وهي عشوائية تختلف من وجوه كثيرة عن هذه الحجرة المنحوتة بهذا الشكل، لا نقول تصميمي أو الذكي، المهم منحوتة بهذا الشكل كما وصفناه. يفرق الإنسان بينهما مباشرة على الفور، ويبدأ يتساءل إزاء الحجرة الثانية: من الذي صممها هذا التصميم؟ متى صممت هذا التصميم؟ ما عساها هذه الرموز تعني؟ هذه الأحرف ما عساها؟ ربما هي أحرف ليست أحرف، لا ندري ماذا تعني. هذا هو الفرق بين التصميم وغير التصميم، وهذا ليس جوابا سهلا، هذا جواب غير مقبول عند العلماء اليوم. لماذا؟ مشكلة برهان النظم ومشكلة التصميم الذكي أنه مطالب أيها الإخوة، وخاصة في هذا العصر، وخاصة في الربع الأخير من القرن العشرين، مطالب أن يدلنا، أن يضع أصبعنا على معايير وملاكات محددة للتمييز بين الشيء المصمم والشيء العشوائي. العلم لا يتعامل مع مشاعر أيها الإخوة، ولا مع عبارات شعرية وخطابية التي يصطنعها الخطباء على المنابر، الوعاظ من كل الأديان. العلم لا يؤمن بهذا. أنت تقول لي تصميم وتصميم ذكي، ما هو التصميم؟ متى أعرف أنه هذا مصمم وهذا غير مصمم؟ أعطيني ملكات واضحة جدا، ما هي؟ 1 2 3. أنا العلم يؤمن بالتكميم، بالمقايسة، بالمعايرة، أليس كذلك؟ هذا طبيعة العلم، ولذلك تقدم. لكن عبارات عامة شعرية خطابية أدبية مجازات تشبيهات، هذه لا تنفع في العلم. ومن حق العلم أن يكون هذا منهجا له، وهو منهج دقيق ومعتبر حقيقة. كيف نعرف أن هذا مصمم أو غير مصمم؟ نريد أن نعرف. طبعا علماء التصميم الذكي كما قلت لكم قدموا علامات، وهي المسمى بعلامات الذكاء. كل شيء أيها الإخوة يترجم علامات ذكاء، يعد ترجمة لذكاء معين، ويقدم علامات على الذكاء، لابد أن يكون مصمما. طيب هذا الكلام برضو خطابي. مثل قال لك مثل التعقيد المحدد، مثل التعقيد غير القابل للاختزال مثلا. حاول أن يقدم العلماء هذه المفاهيم الجديدة، لابد أن ندرسها نحن بعد ذلك هنشوف. طبعا عليها نقود أيضا العلماء الآخرين. البنتين المؤسسة التقليدية للعلم الآن أصبحت تقليدية، اعترضوا عليها بأشياء، وسوف نناقش هذه الاعتراضات حتى نكون موضوعيين مع أنفسنا، لأنه أن نقدم دليلا نقنع به الآن كموحدين كمؤمنين، ثم يأتيك بعد ذلك ملحد يضحك عليك يقول لك لا غير صحيح، هناك نقود 1 2 3، يضيع هذا الشيء. لا، نريد أن نكون كما قلنا يعني أصحاب مصداقية. جميل.